عقلتوا اخوتي فاش خرج واحد السياسي جزائري شحال هادي وقال على أن تونس ولاية جزائرية وأنهم تعتبروها الأخت الصغرى ديالهم، ولم يعترض قيس التعيس ولم يعارض، بمعنى أن سميوني حتى الكنيشة ديالكم الجارية ديالكم غير دعموني النظام العسكر. قبل ما نبداو في الموضوع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نهضر هنا على 3 النقط. النقطة الأولى أخوتي وهي تسليم واحد سياسي تونسي من الجزائر إلى تونس، الاسم ديالو صافي سعيد، هو معارض تونسي صحفي وكاتب، كان محكوم عليه بواحد 4 شهور، خاف يعتقلوا في تونس، هو معارض لقيس تعيس وهرب للجزائر، دخل الحدود باش يمشي لشي بلاد أخرى. هو هذا اللي تتشوفوه حداكم، قال غادي نمشي لشي بلاد اخرى وغادي ندوز من الجزائر. اعتقلوه مخابرات عبله وسلموه لتونس، هو كان مرشح سابق في الانتخابات الرئاسيه في تونس. سمعت عليه انا يعني الاخبار ديالو في واحد الفيديوهات، قال على ان الجزائر يعني يدعون القوه الضاربه وهم يعني دوله ضعيفه، كيتوهموا القوه وما عندهم حتى شي قوه واقعيه، وكان يشيد بالمملكة المغربية الشريفة. هنا قريت في جريدة هسبريس: السلطات التونسية توقف مرشحا للرئاسة. أوقفت السلطات القضائية في تونس ناشط سياسي أحد مرشحي للانتخابات الرئاسية صافي سعيد بسبب اجتيازه الحدود مع الجزائر بشكل غير قانوني. وقال متحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس رياض النويوي لوسائل الإعلام المحلية إن السلطات الأمنية الجزائرية قامت بتسليم صافي سعيد الى الامن التونسي. سطروا لي هنايا على الغدر، لان غنجبد لكم بنقرينه شنو قال داك القرينه الكحله يبورت بيان سون نو. ولم يذكر اي تفاصيل اخرى اضافه بشان الايقاف. وكان سعيد من بين 14 مرشحا للرئاسه رفضت ملفاتهم لدى الهيئه العليا المستقله للانتخابات لعدم استكمال وثائق رسميه. طبعا هنايا قيس تعيس تيوجد حتى هو بحال تبون للولاية الثانية، فبالتالي المعارضين ديالو كلهم تيديهم للحبس. يعني منين داز الخيط دازت اليبرة، وحنا تنقولوا مالو السيد منين أهانته الجزائر وقالت على أنه ولاية جزائرية لم يعارض ولم يعترض، هو غير باش يدعموه العسكر. وشوفوا هنا الغدر، السيد دخل الجزائر باش يمشي لشي بلاد، هو معارض هاد سعيد صافي، وباش يمشي لشي بلاد اعتقلوه خوتي وسلموه للكبرانات. باش تشوفوا هنا الغدر. وانا تنقول مال قيس تعيس ما قطع معاهم علاقات ما والو، واخا داك الاهانه كلها. انت الاخت الصغرى ديالنا، انت ولايه جزائريه، يعني الشعب التونسي انا عاقله انتفض، والنظام التونسي عجبو الحال. داك القضيه قولوا عليا كنيشه ديالكم. المهم العسكر يدعمني، لان هنايا تيوجد حتى هو للعهده الثانيه كما تبون، لان الانتخابات ديالو اعتقد نهار 4 اكتوبر او شي حاجه، في شهر اكتوبر كاين انتخابات رئاسيه، فهو تيوجد الولايه الثانيه وتيصفي طبعا المعارضين ديالو. لان هاد صافي سعيد كانوا يحكموا عليه ب4 شهور، مسكين 4 شهور، فبغى يهرب، فهما يشقموه تما في الحدود الجزائريه، شدوه وقدموه للسلطات عبله. نشوفوا بن قرينه اللي تيقول على راسو دابا هذا السياسي. هاد بن قرينه عبقادر كان كينشط واحد التجمع ديال الحمله الانتخابيه ديال تبون، وهو يطفى عليه الضوء، حل فمو بلا قياس، وبقى تيقول لهم الغادر المغربي. الغادر شكون اللي غداري من غير النظام ديال العسكر؟ هي اكبر غدارين. جا في داك التجمع وبقى تيقول على ان المغرب تيتامر على الوحده الترابيه ديال الجزائر. شوفوا دابا حنا اللي كنتامروا على الوحده الترابيه ديال الجزائر، وان المغرب هو المشكل بين الجزائر والدول الاخرى. عندكم المشاكل مع العالم، حتى دابا المغرب هو المشكل ديالكم، حتى مع مصر مثلا. يلاه والبارح نتوما كتدقوا على السيسي، وقال لك كنتامروا عليهم وكنضغطوا باش نخترقوا السياده الجزائريه. ان السياده عند جدكم اصلا. قال لك تنتامروا باش نفكوا الجيش. يلا تيهضر اخوتي هو يطفى عليه الضوء.
قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة اليوم الأربعاء اللي هو أمس من ولاية تيميمون إن أكثر من 37 من حسابات الفيسبوك بالجزائر هي للذباب المغربي المتحالف مع الصهاينة. كيش صهيوني قدك يا راس التيمم. وأشار بن قرينة أن كل إمكانيات الدولة سخرت لإسعاد المواطنين والتنمية ورفاهية المجتمع وبناء السكنات ودعم الفلاحين والمقاولين، وأموال غادر المغربي يا الغدارين يا أكبر غدارين. الغادر المغربي هي للتجسس وسجن الشعب المغربي والتآمر على الوحدة الترابية الجزائرية. شكون كيسجن دابا؟ معارضين ديالو، واحد تلو الآخر. وتلغيم الجو بين الجزائر ومختلف الدول والضغط على الأمة الجزائرية حتى تخترق السيادة، ويتآمرون على تفكيك جيشنا. الجيش اللي كيمشي يبني فلسطين المستشفيات. وحين خطاب بن قرينة القطع التيار الكهربائي فرض بالقول شكون تفضوا انتم شكون تفضوا؟ غادي يقول لهم ربما هناك أحد في القاعة من الثورة المضادة يجب أن نكلم وزير الطاقة والمناجم ومدير صنع الغاز لفتح تحقيق. ربما نجد أحدا بيننا من الثورة المضادة أو حتى الإخوة الإعلاميين يقفون على معاناة سكان الجنوب خلال الحر. دابا في هذا خلال الحر بدل ما تهضر على داك المنطقة اللي غارقة في المشاكل، منطقة مهمشة وكتسب المغاربة وناسي انقطاع الماء والكهرباء في داك المنطقة. دابا انت باش تكون وزير اول يعني في العهدة الثانية ديال تبون الكذبون كتنوض تسب المغرب عاوتاني. وهذا كنا كنهضروا عليه هذه شي 3 سنين اخوتي. واش دابا الانتخابات ديال مجيدو كذبون محتاج لهاد الخرجات باش يصوتوا عليه بوصبع؟ راهم داعمينو العسكر. دابا اللي تفضوا عليكم مغاربه المغرب. دابا شوفوا الضو تطفى راه غيمسحوا في المغرب. قال لك شي واحد ضد او الثوره المضاده ضدهم. شكون تفضوا في ديك المنطقه اللي هي اصلا ما فيها لا ماء لا ضوء، واللي فيها هو قال لك كينشط واحد التجمع. راه كما كتشوفوا الصوره ديال تبون وراه تجمع ديال الحمله الانتخابيه ديال تبون طفى عليه الضوء. ناضي يقول لهم شكون طفى الضوء؟ تما الجواسيس عندنا هنايا، عندنا ربما اعلاميين هنايا اللي يقفون وراء معاناه سكان الجنوب خلال الحر. ايوا هضر على داك الحر وعلى الماء اللي ما يعلموش تما وعلى الضو اللي تيتقطع. هو تقطع عليك غير 2 دقائق بديتي الهضره وتقطع. هضر على المعاناه ديال السكان ديال المنطقه. اجاب المراركه دابا واجاب يا الغدارين. دابا حنا غدارين. كاين شي غدار قد النظام ديالكم قد الكبرانات قد الشنقريحه. السيد خارج هارب من تونس شقمتوه في الباب وسلمتوه المخابرات عبله، سلمتوه للجزائريين. ما فهمتش انا هاد الشيء. بليتو سلموه لقيس تعيس. كيتلفونا هادو ما عرفتش انا تبون مع قيس تعيس مع الشنقريحه مع بن قري. انت بعد اصلا شتي نقول لك واحد القضيه بن قرينه تي بورت بيان طون نو، حيت انت قرينه كحله اخرتها يا غتهرب لشي بلاد لشي قرينه كحله بحال كمارتك، يا اما حبيب بيس، لان اللي قبلك كلهم كانوا بحالك تيهللوا الكبرانات. يا مهلوا الكبرانات الغدارين ديال بصح، وفي الاخر لقاو راسهم في حبيب بيس. الا سعفك الحظ وكنتي محظوظ راك غتهرب وتنفى في شي بلاد، ولكن الا ما ساعدكش الحظ راه غتجلس تما في حبيب بيس مع عديديس عند الكبرانات. وانا تنقولها لك ابن قرينه. نرجعوا دابا اودي التبون كذبون طرزان عصرو وعصر ما قبل التاريخ. كما قلت لكم داك الخطره وانا كنتابع المعارض الجزائري كبير وليد كبير المقيم في المغرب قال على ان حسب واحد الموقع ميديتيراني 24 اشنو قال تبون المهرب ديال الفلوس اخوتي. وشوفوا دابا مخلي الطوابير وانقطاع الماء والكهرباء وشنو غيدير تبون كذبون والنظام الكرغولي. لقاو اخوتي في مطار شارل دوغول حاج تما واحد 2 ديال الدراري حجزوا عندهم شحال 2.4 مليون اورو. حجزوا اموال بالاورو اسبيس
في مطار شارل دوغول، وتمت المصادرة في المطار ديال شارل دوغول، مهربين الفلوس. لاش هاد المبلغ ديال 2.4 مليون اورو اخوتي كان مخصص لتمويل الحملة ديال تبو الانتخابية عند الجالية الجزائرية تما فرنسا. حنا عارفين فرنسا اكبر جالية جزائرية في العالم هي الجالية اللي في فرنسا. هاد الجالية الجزائرية فرنسا كانوا قاطعوا الانتخابات في 2019، الانتخابات الرئاسية ديال تبون كانوا قاطعوها. قالوا شنو نديروا دابا الكبرانات؟ نضاعفوا الجهود لاستمالة الجالية الجزائرية باش يصوتوا على تبون. هربوا 2.4 مليون اورو باش يدوروا مع الجالية الجزائرية في فرنسا باش ينتخبوا على تبون. يعني المديرية ديال الحملة الانتخابية ديال تبون الكذبون تيهربوا الأموال ديال الشعب ويخليو الشعب في الطوابير. شكون اللي كيقود هاد الانتخابات هادي؟ فهمت سطة؟ وزير الداخلية ديال هوك. وزير الداخلية ديالو هو اللي يدير الحملة الانتخابية ديالو، داك مراز ابراهيم ولا ما عرفت سميتو. فهمت سطة؟ وزير الداخلية هو المدير ديال الحملة ديال الانتخابات الرئاسية ديال تبون المغبون. المبلغ ديال 2.4 مليون اورو اللي لقاوها خوتي كاش في واحد الباليزه باش مغلفينها بالورق ديال الالومنيوم باش زعما السكانير في المطار ما يديتكتيش داك الفلوس المهربه. ولكن الجمارك شدتهم قطي، جوج ديال الرجاله جوج ديال الشباب من هوك اللي مصافطينهم الكبرانات، واحد عنده 36 عام وواحد عنده 39 عام. منين سولوهم هاد الفلوس لاش ومخبينها وما، قالوا لهم لا حنا تجار وغاديين لتركيا. واش ما كاينش طيارات مباشره من الجزائر لتركيا مثلا، ولا يسحب لكم الجمارك ديال فرنسا مبردعين بحالكم؟ حجزوا ليهم اخوتي لي باسبور ديالهم وحجزوهم هما في انتظار طبعا العرض ديالهم امام السلطات القضائيه الفرنسيه، وحجزوا داك الاموال باش يدخلوها في الخزينه الفرنسيه ديال الدوله الفرنسيه. كانوا غاديين باش يرشيو بها الجاليه في الانتخابات. عمركم شفتوا شي فساد مالي حتى لهاد الدرجه؟ يعني اكبر فساد مالي في الجزائر هما كلهم فاسدون من الفهم الى يائهم، من صغيرهم لكبيرهم. ولكن في العهد ديال تبون كذبون واحد الفساد مالي ما رايته من قبل. دابا حيت الجزائريين قاطعوك، هذيك الجاليه اللي في فرنسا قاطعوا الانتخابات ديالك في 2019، قلتي اراد ندوبل لهم نرشيهم باش ريوقهم يطيحوا على الفلوس 2.4 مليون اورو. الله وديها تبون والشعب ما عطشان وجيعان والطوابير، ولكن هما مبردعين ما بغاوش يفيقوا من النعاس في سبات عميق. غيبوبه، المبردعين في غيبوبه. فلوسهم كتمشي عند المرتزقه العصابه ديال البوليزاريو الانفصاليين المجرمين، عيني عينك. الشيء الاخر كيمشي رشوه للدول سوا ديزون باش يعترفوا ليهم بالجبهه الانفصاليه المجرمه، والنص كتمشي رشوه في الانتخابات الرئاسيه. شبقى لهذا الشعب ما ياكل وباقي تيحل فمو المبردع اخوتي، باقي تيحل فمو. واش دابا هاد الجزائر هادي يا خوتي دوله؟ دابا هادي دوله؟ لا ويخرج بن قرينه يقول لك حنا غدارين يا الغديدر. ايوا الطم تبون. شتي هاد الفساد المالي ما عمر شي واحد ما تفضحات الفضيحه ديالك. لا قلت لك فضيحه ورا فضيحه، السخط ديال ربي نازل عليك اوديا تبون. واللي يجي تصيفط لينا بن قرينه اللي باغي طامع انه يكون دابا واقيلا طمعتي انت يكون وزير اول في العهده الثانيه ديالك الحمله الانتخابيه دابا كيهضر على الانتخابات الرئاسيه ديالك، وخدمتي يعاير فينا حنا الغادر المغربي كنتامروا على الوحده الترابيه ديال الجزائر. شكون اللي كيتامر على الوحده الترابيه ديالنا وباغي يقسم لينا بلادنا؟ المهرب. انت مهرب ديال الاموال. انت تفضح. انا والله خوتي ما قريت هذا الشيء، قريته عند وليد كبير الجزائري منهم فيهم، هو اللي كيجيب خبيرات ديالهم
واللي قال أن الخبر نشراتو الموقع ديال ميديتيراني 24. مهرب ديال الأموال، كبرانة السوء، كبرانة الذل والعار. خوتي إلى هنا تتنتهي هذه الحلقة. نتمنى